وليس حبا فيها بل دفاعا عن الحقيقة. الحقيقة بتقول المغرب خسر مباراة وخسر لقب كان مستني من 50 سنة، بس الحقيقة بتقول انه الفريق الثاني انسحب وراحوا المغاربة يراضوه مشان يرجع، كان احسن لهم يضل منسحب ويتوجوا. والحمد لله انه ابراهيم دياز ما جاب الهدف من ضربة جزاء بالدقيقة 99. ليش؟ لانه حيقولوا فاز المغرب بالتحكيم وبالواسطة وما بعرف شو. المغرب ما بيحتاج ابدا انه يثبت نفسه لاحد، هو رابع العالم، هو بطل العالم للشباب، هو بطل افريقيا للمحليين، هو بطل العرب، هو ثالث الاولمبياد. ما تحتاجوا تثبتوا شيء لاحد. اليوم افرحوا بمنشآتكم الكبيرة المبهرة ببناكم التحتية، افرحوا بجمهوركم. امانة لا تقسوا على الركراكي، لانه لو توجتوا كان حيصير بطل بشغله ضربة جزاء. لا تقسوا على ابراهيم دياز، لانه ابراهيم دياز اختار منتخب المغرب وتوج هداف البطوله، ما راح لعب لاسبانيا اللي عرضت عليه اللعب مثل ما عمل بعض اللاعبين ولعبوا لاسبانيا بدل المغرب. ارفع راسك، انت مغربي